السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احسن واغلى ناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. وصفتنا النهاردة بسيطة جدا وسهلة، وهي ازاي تعملي الكرنبيت بالخلطة الجبارة اللي فيها سر محدش قالك عليها قبل كده. السر ده ازاي تعملي كرنبيت يكون ناشف ومقرمش حتى وهو بارد، وفي نفس الوقت مش شارب زيت. مقاديرنا بسيطة وموجودة في كل بيت. هو هيكون عندك بيضة، كرنبيتة، شوية كزبرة خضراء، خل، او ما عندكش خل هيكون عصير ليمونة او برتقانة. اهم حاجة ان احنا نختار الكرنبيتة الصح اللي ما تكونش دبلانة او غايبة عند البياع. تكون ورقتها خضرا من بره وشكلها ابيض ومفيهاش اي سواد ولا اي حاجة. آه، اول حاجه احنا هنجيب الكرنبيطه ونفصصها من بعضها كده وهنسلقها في ميه بتغلي. بعد كده هطلعها، بس ما سيبهاش تتهري في الميه، يعني بطلعها تبقى متماسكه شويه، يعني ما سيبهاش تطيب قوي في الميه عشان لما اجي استعملها بعد كده ما تتهريش مني. بعد ما بنسلقها بجيب بيضتين، وبضربهم وبعصر عليهم عصير برتقانة عشان خاطر ريحة الزفارة اللي في البيت. بنزل عليهم بكوباية لبن وكوباية دقيق، وطبعا والتوابل بتاعتنا. بخلط الخلطة دي كلها مع الكزبرة الخضراء، واهم حاجة ان انا بعصر البرتقانة او الليمونة دي عشان ريحة البيض. وديت حاجة يعني ايه ما حدش عملها، انا اول مرة اعملها، بس لقيت لها طعمها جميل اوي في طعم الكرنبيطة صراحة، وهي عصير البرتقان. عصرت برتقانة كاملة مع معلقة فلفل مفروم احمر شطة، على معلقة توم مفرومة، يعني كلهم خلطة دقهم مع بعض وحطهم على الخلطة. قلبي الخلطة بتاعتك، وبعد كده هنزل بيها على الكرنب المسلوق واقلبها طبعا كويس جدا جدا. خلي التتبيل الكرنب الكرنبيت يشرب التتبيله اللي معانا. اسيبه فيها شويه لحد ما يشرب التتبيله. ودي بقى السر اللي انا هقولك عليه، اللي تخلي الكرنبيطه بتاعتك ما تشربش زيت، وفي نفس الوقت بتبقى شكلها مش يعني مش مفرودة كده. اما الاول بنضيف التوابل بتاعتنا، فلفل، كمون، ملح، واقلب الخلطة كويس واروح مفضية. بعد ما بحط التوابل بتاعتي واقلب الخلطة كويس قوي، بنزل بيها بقى على الكرنبيت في بولة واسيبها فيها شوية. احاول اقلبها بالبولة كده وانطقها كده، بحيث الخلطة اللي فوق يجي تحت واللي تحت يجي فوق، بدل ما اقلبها بايدي والكرنبيت يتهري. بس بركنها على جنب بقى، وبجيب طبق فيه شوية دقيق تانيين، اتبل شوية الدقيق دول بكوباية دقيق، يعني اتبلها برضو بالكمون والفلفل والكزبرة واقلبهم كويس. واخد بقى الكرنبيت اللي معايا اللي هو في الخلطة دهوت، واتك اضغط على الكرنبيتة كده بايديا الاتنين لحد ما تطلع المية اللي هي شربها من السليق، وفي نفس الوقت تطلع تاخد شكل الجزء اللي هو متساوي كده من الجنبين، ما بتبقاش فردة جامد، بحيث لما اجي احمرها تحمر معايا كويس وتطلع مسوية كده وكأنها قرص طعمية او ما تبقاش يعني مفرودة قوي، ومبقى مش عارفة تاخد لون كويس منه، زي الشكل اللي انتوا شايفينه كده. يعني ما شاء الله تبارك الله، كان طالع مقرمش جدا وناشف وطعمه زي السكر ومش شارب زيت، ودي اهم شيء في الكرنبيت صراحه، ان ما يشربش منك زيت. يعني كنت اعمله الاول قبل الطريقه دي كان يشرب نص ازازه الزيت يخلصها. طبعا الزيت غالي، واحنا عارفين ان الزيت بقى نار محدش قادر يشتريه، بس كمان بعيد عن ان هو غالي، ان هو مش شارب زيت يتعب صحه الانسان يعني. بس دي كانت وصفتنا النهاردة، وان شاء الله يا رب تعجبكم. ما تنسوناش بقى في لايك وشير، ويا ريت اي حد يعني يشوف الفيديو بتاعي يكتب لي كومنتات. شوف ال... خلصت. طيب بعمل له تصدير خلاص.